احمد حسام ميدو قال ان تم عرض مبلغ كويس على يوسف اسامه نبيه واللاعب رفض. حلو. احنا لما جينا بقى نتناقش في البنود دي كان لينا طلبات عايزين نتناقش فيها. حلو. مع مين؟ مع مين؟ مع مين بقى؟ هنقعد مع مين؟ ايوه، امال ايه العرض اللي بيتكلم عليه ميدو؟ ايوه، ما هو العرض دوت اللي اتعرض لما كان امير موجود. اتعرض ايه؟ لما كان امير موجود اليوم اللي انا كنت عندك فيه، اللي هو 3 مليون، مليون ونص ومليون ونص. لا، كان في عرض تاني اتعرض. برضه هي نفس اللفه بس بشكل تاني. ما هو ده العرض كان من 10 ايام. نفس الرقم بس بشكل تاني بقى، انت فاهمني ازاي؟ لكن نفس الرقم، يعني ودنك منين؟ نفس الرقم بس بشكل تاني. في مشاركه، في ضرايب، في حاجات كده، فيرجع تاني نفس الرقم. فاحنا لما نحب نتناقش فيه بقى عايزين نتناقش، نرجع نتكلم مع حد. نتكلم مع مين؟ انت فاهمني؟ هي دي نقطه الخلاف. لما نعوز نتناقش فيه نتكلم مع مين؟ بالظبط كده. تتكلم مع امير مرتضى، تتكلم مع امير مرتضى المشرف العام على فريق الكوره. طيب امير مرتضى من هنا، في الفتره دي كلها هو ما ظهرش معايا، وانا عارف ان امير مرتضى مش متواجد في النادي. طب ليه ما حصلش مع سيف جعفر كده؟ ما عقده يخلص برضه نفس الطريقه. انا ما اعرفش بقى، يعني الموضوع بالنسبه لي يعني كل واحد حالته حاله خاصه. لكن تاني وتالت احنا موجودين اهو، ولو حبينا نتكلم مع مين. لكن انت رافض هذه الطريقه مع يوسف اسامه نبيه؟ لا انا ما عنديش مشكله خالص، اصل انا شفت من ده كتير، يعني شفت من الحاجات دي كتير. شفت من ده كتير؟ انا شفت الحاجات دي كتير عادي. وانت لعيب ولا وانت مدرب؟ لا اللعيب هينتظر. لا الحالات، يعني قصدي في الكره المصريه فيها حالات من دي كتير. ايوه بس مش مع ابناء النادي، ده انتوا عائله واحده. معلش مش مشكله، هو وجهه نظر مدير فني تحترم. لو ما زي ما انا قلت لك، انا عندي مشكله حاجه واحده بس، ان الراجل ما يعرفش انا مين. ما حدش قال له انا مين، انت فاهمني ازاي؟ بالنسبه لي موقف غريب من راجل اجنبي. طيب بتعتب على مين في هذا الموضوع؟ مش عارف بقى انا اللي وصل للراجل، اذا كان الراجل وصل له ما اعرفش مين وصل له، انا ما اعرفش القصه جايه من عند مين الصراحه، مش عايز اظلم حد فيها. بس المفترض ان حتى الاقربين من الراجل يقولوا لا، ده حتى الاتحاد الدولي ما بيقولش الكلام ده. ما ينفعش لعيب يتجمد او يتمرن لوحده من فايده.